شكرا لك سهام. لأول مرة في تاريخ العلاقات العربية الأمريكية تثير نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا خوفا وجدلا كبيرين في الأوساط السياسية العربية بشأن القادم من الأيام. الخبراء يردون المخاوف في المشرق والمغرب أولا إلى شخصية الفائز هذه المرة، رجل الأعمال الشعبوي الذي عبر صراحة عن عدم اهتمامه بمنطقة الشرق الأوسط. وثانيا كان فوزه مفاجئا ولم يكن للعرب متسع من الوقت كي يرتبوا أوراقهم للمواجهة المقبلة. فماذا لو فعل ترامب قانون جاستا لمحاسبة داعمي الإرهاب؟ وماذا لو تحالف مع بوتين في سوريا؟ وماذا لو استمر على نهج أوباما في التعامل مع إيران؟ فهل يجبر كل ذلك العرب على المصالحة فيما بينهم لتجنب الأسوأ؟ معي لمناقشة هذا الموضوع من لندن السيد عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية. ومن لندن ينضم إلينا بعد قليل أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد قواص. أبدأ معك أستاذ عبد الباري عطوان. يعني الأوروبيون أيضا صدموا بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكنهم سيعقدون اجتماعا يوم الأحد على مستوى وزراء الخارجية للتشاور فيما بينهم، وهناك حديث عن ضرورة أن تصبح أوروبا مستقلة أمنيا وعسكريا عن الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يمكن للعرب فعله في هذه الظروف؟ يعني أستاذ أحمد، أي عرب أو عن أي عرب نتحدث؟ يعني هل نتحدث عن سوريا، عرب سوريا؟ هل نتحدث عن عرب العراق؟ هل نتحدث عن عرب اليمن؟ هل نتحدث عن عرب شمال إفريقيا؟ يعني حقيقة لا يوجد كتلة عربية. توجد هناك حالة استقطاب غير عادية. يعني المنطقة العربية تعيش أسوأ أيامها على وجه التحديد. يعني نحن الآن أمام عربين أو ثلاثة أعراب أو أربعة أعراب، يعني كل شخص له طريقة تفكير مختلفة على الإطلاق. دول الخليج تشكل كتلة واحدة، لكن هذه الكتلة الآن على خلاف مع مصر، على خلاف مع سوريا، على خلاف مع العراق، وهكذا. الآن يعني كل العرب فوجئوا حقيقة بفوز دونالد ترامب. لماذا فوجئوا؟ لأنهم كانوا يعتقدون بأن هيلاري كلينتون هي الأوفر حظا بمراحل، وصدقوا بنوك العقول والصحف والدراسات وما شابه ذلك واستطلاعات الرأي. الآن أسقط في يدهم. ماذا سيفعلون؟ أنا في تقديري هناك رابحون وهناك خاسرون من فوز ترامب. إذا نظرنا إلى الرابحين نجد أن الرئيس السوري بشار الأسد يعني الآن ربما يعيش أفضل أيامه، لأن ترامب قال أنا سأقاتل الدولة الإسلامية في سوريا ولن أقاتل الرئيس بشار الأسد لأني لا أريد لكن قبل ذلك أستاذ عبد الباري، وأعتذر منك على المقاطعة، يعني فقط ذكرت مجموعة من الملفات الخلافية بين الدول العربية، لكن هناك كتلة قائمة بذاتها هي منظمة أو مجلس التعاون الخليجي، وهناك مصر. الخلافات بين مصر ودول الخليج ليست بهذا السوء، ويمكن بناء تحالفات استراتيجية، يمكن أيضا حل أزمة اليمن، التعامل مع الأزمة السورية بمنطق آخر في ظل هذا التهديد الذي قد تشكله سياسة ترامب تجاه المنطقة. هذا ما قصدته بسؤالي الأول. يا أستاذ أحمد، يعني أنت تتحدث عن مجلس التعاون الخليجي وعن مصر مثلا. يعني مجلس التعاون الخليجي الآن يواجه معضلة كبيرة جدا إذا فور تسلم الرئيس ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي هذه المعضلة؟ ترامب قال صراحة أن على دول الخليج والمملكة العربية السعودية أن تدفع ثمن حمايتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد ركوب مجانا على ظهر الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما كان عليه الوضع في السابق. مصر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع مع دونالد ترامب، وكان من ربما الوحيد من القادة العرب الذي اجتمع به، مثل ما اجتمع أيضا مع هيلاري كلينتون. وأن يبدو أن دونالد ترامب يعني أعجب بالرئيس المصري، مثل ما قال الفريق الذي
أو يعني يعمل معه من المستشارين. بالنسبة لمصر الآن، مصر تبتعد حقيقة عن دول الخليج. مصر الآن ذهبت إلى صندوق النقد الدولي وقدمت تنازلات كبيرة من أجل تحصل على 12 مليار. المملكة العربية السعودية أوقفت الشحنة النفطية 700 ألف طن من النفط شهريا للشهر الثاني على التوالي. وأعتقد أن العلاقات متوترة. أيضا مجلس التعاون الخليجي يعني علاقاته متوترة مع سوريا ومع العراق، وعلاقاته متوترة أيضا مع بعض الدول في شمال إفريقيا. فأعتقد أن المشكلة الآن يعني كيف سيواجه مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد اللي هو اتفاق جيستا الذي يطالب بملاحقة الدول التي ترعى الإرهاب وأمام المحاكم البريطانية، والمملكة العربية السعودية سميت كهدف في هذا الإطار. فأعتقد يعني أن هناك أكثر من عرب. عندما قلت هناك أكثر من عرب، يعني الآن دونالد ترامب سيركز بالدرجة الأولى على صديقه وحليفه اللي هو بوتين، وسيركز أيضا على الحرب على الإرهاب خاصة في سوريا. أما العرب الآخرون فسيجعلهم يدفعون ثمن التحالف السابق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأي تحالف جديد أيضا سيكون ثمنه غاليا. لكن أستاذ عبد الباري، يعني دول الخليج لديها أوراق يمكن أن تفعلها في هذه المرحلة إن فرضت عليها المواجهة مع سياسة أمريكية مجحفة في حقها. يمكن أن تفعل ورقة الاقتصاد وأن تركز في تعاملها مع الصين، وأن تذهب حتى عسكريا للتعامل مع روسيا، وبالتالي سيكون الخاسر هو ترامب وليس دول الخليج. ما رأيك؟ يا سيدي، يعني هذه نظرية وهذه وجهة نظر. يعني دول الخليج لا تملك حاملات طائرات ولا تملك جيوشا جرارة ولا تملك أسلحة نووية يعني حتى يعني تتصدى لترامب أو لغير ترامب. دول الخليج حتى الذهاب إلى الصين أو الذهاب إلى يعني روسيا، ذهبوا إلى روسيا قبل ذلك. لا أحد مستعد أن يخوض حربا من أجل دول الخليج أو أي دول أخرى في المنطقة. هذه حقيقة. طبعا السلاح الاقتصادي نعم، يعني لو سألتني هذا السؤال قبل 5 سنوات أو 6 سنوات أقول لك نعم، السلاح الاقتصادي فاعل جدا. كانت أسعار النفط $140 للبرميل، كانت الخزائن الخليجية يعني مزدحمة وطافحة ب يعني مئات المليارات من الدولارات. لكن الآن الصورة مختلفة كثيرا. يعني العضلات المالية الخليجية تنكمش، يعني هي لم تذهب أو لم تزول بالكامل لكن تنكمش. يعني شفنا المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخها يعني تفرض يعني ضرائب، ترفع الدعم عن السلع الأساسية، عن الماء، الكهرباء، يعني الخدمات الصحية. شاهدنا أيضا قطر عندها عجز $13 مليار والآن تفرض سياسات تقشفية. يعني أيضا الكويت عندها أزمة مالية وعندها يعني عجز في الميزانية. يعني وضع دول الخليج لماذا إذن هذه النظرة التشاؤمية أستاذ على ترامب أو على غيره؟ لماذا لديك هذه النظرة التشاؤمية إذن فيما يتعلق بحلحلة الملفات الشائكة في المنطقة الآن؟ ألا تعتقد بأن الوقت قد حان كي تعيد السعودية مثلا النظر في موقفها من اليمن، ولا ربما أيضا في أن تعيد موقفها حتى من إيران في ظل هذه السياسة الجديدة أو هذا التحول الكبير في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة كاملة وليس تجاه السعودية لوحدها؟ يا سيدي، نحن قلنا هذا الكلام مبكرا. يعني احنا قلنا بأن حرب اليمن ستكون حرب استنزاف. اليمن هو مقبرة الغزاة. لم تستطع أي قوة في التاريخ هزيمة اليمن أو احتلاله، لا العثمانيين ولا البريطانيين ولا البرتغاليين قلنا هذا الكلام. لكن المملكة العربية السعودية أرادت شيئا آخر، وها هي الآن كيف ستخرج من اليمن. إذا خرجت من اليمن الآن يجب أن ترفع الراية البيضاء وتقول خسرت هذه الحرب، هزمت فيها. يعني هذه الذهاب إلى إيران أيضا طبعا إيران سترحب بأي حوار، وإيران طرحت العديد من المقترحات على المملكة العربية السعودية من أجل فتح حوار معها لتسوية كل يعني المشاكل العالقة بين البلدين وفي المنطقة. لكن الرفض جاء من جاء من المملكة العربية السعودية. أنا أتمنى أن يتم فتح حوار مع إيران. يا أخي أمريكا فتحت حوارا مع إيران، يا أخي الدول العظمى الست العظمى في العالم فتحت حوارا مع إيران وتوصلت إلى اتفاق نووي. طيب لماذا لا نفعل نحن ذلك؟ يعني ما هي قدرة
قدراتنا على مواجهة إيران؟ إذا لم نستطع مواجهة يعني الحوثيين في اليمن، يعني هل نستطيع أن نواجه إيران؟ يعني هذه هي القضية. يعني أنا معك طبعا أستاذ أحمد، يعني المملكة العربية السعودية يجب أن تراجع سياساتها، ويجب أن تتبنى سياسات جديدة أكثر إيجابية، واعتماد لغة الحوار وليس لغة المواجهة وليس لغة الحرب. يعني هذه المملكة العربية السعودية الآن انسحبت من لبنان. دعني أستاذ عبد الباري عطوان أنتقل إلى ماذا حصل لبنان لأول مرة انتخب رئيسا. إلى الأستاذ محمد قواص الذي انضم إلينا في هذه الأثناء، وأهلا بك مجددا أستاذ محمد. يعني هل تعتقد بأن هذه الظروف الصعبة التي قد تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية برمتها، بالنظر إلى ما صرح به ترامب عندما كان يقود حملته الانتخابية، هل تعتقد بأن السعودية مستعدة لإعادة النظر في علاقتها باليمن، في علاقتها بسوريا، في علاقتها بإيران، وبالتالي أن تقود الدول العربية في إطار تحالفات وإطار تفاهمات جديدة يمليها الوضع الراهن؟ الحقيقة نريد أن ننتظر ما هي الملامح الحقيقية لسياسة دونالد ترامب الخارجية. حتى الآن لا نعرف عنه إلا ما أطلقه من أجل النجاح في الانتخابات. هي طبعا شعارات للاستهلاك المحلي من أجل الوصول إلى البيت الأبيض. بعد ذلك هناك محددات ستقررها المؤسسة الأمريكية وتقاليد الأمريكية. يجب أيضا الانتباه أن دونالد ترامب هو مرشح الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري يكتشف دونالد ترامب كما نكتشفه نحن، وللحزب الجمهوري تقاليد معينة في علاقاته مع المملكة العربية السعودية، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى انقلاب في علاقاتها مع الرياض، ولا أعتقد أيضا أن واشنطن ذاهبة إلى انقلاب كبير في علاقاتها مع دول العالم. هناك ثوابت في السياسة الخارجية الأمريكية. هناك أيضا هذا الحزب الجمهوري الذي يمثل شبكة مصالح، ولهذه الشبكة امتدادات في العالم، وعلى واشنطن وعلى الرئيس دونالد ترامب أيضا أن يأخذ بالاعتبار مصالح بلاده قبل أن تتأثر بها بلدان المنطقة. لكن لذلك لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية حاليا هي في عجلة من أمرها. هو الذي قاد عملية غزو العراق، وبالتالي القضاء على نظام صدام حسين، وما تلا ذلك من حرب أهلية طاحنة في العراق، وما تلا ذلك من تدمير للعراق. جورج الابن تحدث أيضا عن حرب أو عن حملة صليبية ضد المسلمين وما إلى ذلك. مع ذلك لم نستشعر هذا الخوف من الساسة في منطقة الخليج تحديدا كما نستشعره الآن بعد فوز دونالد ترامب. ما المتغير في هذه المرحلة في السياسة الخارجية الأمريكية؟ أعتقد أن أي طرف في العالم بما فيها دول الخليج هي تخاف ما لا تعرفه حتى الآن. لكن أريد أن أذكر بأنه خلال 8 سنوات من عمر ولايتي باراك أوباما كان هذا الرئيس يعبر عن الولايات المتحدة التي تغيرت. الولايات المتحدة بكافة مؤسساتها الأمنية والعسكرية كان يمثلها هذا الرئيس. وعندما قرر الرئيس سحب انخراطه من الخارج وعدم الانخراط مجددا في حروب خارجية، لم يصدر عن هذه المؤسسات عكس ذلك. زائد أن الجمهوريين والديمقراطيين وأن دونالد ترامب المرشح كما هيلاري كلينتون المرشحة كان هناك إجماع على عدم دفع جنود للانخراط بشكل مباشر في الشرق الأوسط، بما يعني أن الولايات المتحدة التي نعرفها تغيرت ولم تعد أيام 11 سبتمبر وأيام غزو العراق. ولا أعتقد أن الخشية آتية من معرفة بسياسة ترامب وبسياسة الجمهوريين، جاء آتية من اعتياد على سياسة خارجية كان أوباما وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد ثبتتها في هذه الإدارة، وهم لا يعرفون شيئا عما يريد أن يفعله دونالد ترامب. أنا بالنسبة لي لست قلقا على خطابه كرئيس، وهذا واضح جدا من خلال الخطاب الأول كرئيس، وأنه لن يحيد عن سياسة بلاده التي لا يقررها هو، لديه هامش في التقرير في هذا الشأن. إذن أستاذ عبد الباري عطوان، إذا كانت كما تفضل الأستاذ محمد قواص قبل قليل، إذا كانت الإدارة الأمريكية في عهد أوباما قد بدأت الانسحاب من الشرق الأوسط، كيف تفسر إذن
انتظار دول الخليج لتبدل في الموقف الأمريكي، بمعنى أنه هل سيكف ترامب عن عملية الانكماش التي تحدث عنها أو الانزواء وبالتالي مغادرة الشرق الأوسط؟ أولا يا سيدي، يعني دونالد ترامب سيعطي أولوية كبرى للقضايا المحلية الأمريكية. هو يريد أن يعيد أو يعزز بناء البنى التحتية، هو يريد أن يخلق وظائف، هو يريد أن ينظر. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الباري عطوان. أستاذ محمد قواس، تسمعني؟ أستاذ محمد قواس، نعم، تسمعني؟ نعم، يعني أنقل هذا السؤال لك أستاذ محمد قواس. يعني إذا كانت السعودية قد لاحظت والعالم كله لاحظ فعليا عدم رغبة أمريكية في البقاء في الشرق الأوسط، الشرق الأوسط لم يعد بهذه الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن، يعني لماذا لم يكن هناك رد فعل والبحث عن استراتيجيات للبحث عن بدائل لملء هذا الفراغ الذي قد تخلفه الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تغادر منطقة الشرق الأوسط؟ بسؤالك أنا أعتبر أن دول الخليج أصبحت تعرف أن الولايات المتحدة تغيرت، وهي لهذا اتخذت مناحي لها علاقة بالأمن بغض النظر عن علاقتها بالولايات المتحدة. ولا أعتقد أن الحرب التي تشنها على اليمن كانت بموافقة ورعاية أمريكية. واضح جدا أن الإدارة الأمريكية كانت مواكبة، لكن مواكبة بخجل، وهذا واضح جدا أيضا من رعاية دول العالم ودول الإقليم لهذه الحرب، بمعنى أن هناك أولويات بدأ دول الخليج تعتبرها أساسية. هي لا تريد الانفصال عن الحلف التاريخي ما بينها وبين الولايات المتحدة، لكنها بدأت تفتش عن بدائل من خلال روسيا ومن خلال الصين، ومن خلال أيضا التفتيش عن منظومة إقليمية حتى الآن لم تنجح ببنائها. وبالتالي لا أعتبر أيضا، وإذا كان هناك فطنة معينة في السياسة الخارجية لدول الخليج، لا أعتبر أن هذا الدول هي بانتظار تغير الرئيس لتغير مزاج معين في الولايات المتحدة. وأعتقد أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا تتبدل بين ليلة وضحاها، وأن الحزب الجمهوري الذي رأيناه واختلف جدا، لاحظ معي أيضا أستاذي أن الحزب الجمهوري سيكون عليه بهذه الأغلبية التي حصل عليها في مجلسين النواب والشيوخ، سيكون عليه ضبط شطط الرئيس الجديد، لأن الرئيس الجديد لا يملك أي خبرة وليس له أي علم بما يجري في هذا العالم، وأنه بدون هذا الحزب الجمهوري وبدون تجربة هذا الحزب الجمهوري وبدون رجالات هذا الحزب الجمهوري لن يستطيع أن يحكم. وبالتالي هذا الحزب سيكون للمفارقة الحزب النصير والحزب الضابط والمعارض للرئيس المقبل. طيب، هل من المتوقع من وجهة نظرك أن تشهد أو يشهد التحالف السعودي أو الخليجي بشكل أعم التركي فرصة لأن يتعزز خلال الفترة المقبلة؟ هل يمكن الرهان على تركيا لتعويض لربما أو لملء الفراغ الذي قد تخلفه مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط؟ يعني أنا غير موافق أن هناك مغادرة. حتى إبان وجود الرئيس أوباما كان هناك مقاربة مختلفة وليست مغادرة. الولايات المتحدة موجودة بقوة في العراق، وهي تشرف بشكل أو بآخر على معركة الموصل، ولديها قوات على الأرض تعد بالآلاف. هي طبعا بصدد الإعداد لمعركة أخرى بالرقة باستراتيجيات جديدة. هي يعني صحيح أن عدد القوات هو بالمئات، ولكن الاستراتيجية الجديدة التي المعتمدة حاليا والتي ستعتمد لاحقا أن الولايات المتحدة لن ترسل جنودا للقتال في الشرق الأوسط، لكنها ستعتمد على قوى محلية سواء كانت نظامية أو غير نظامية. وبالتالي أعتقد أيضا أن مصالح تركيا والسعودية ليست يعني متقاطعة إلى درجة التحالف الكبير. تركيا تذهب باتجاه روسيا، السعودية ما زالت تعول على تغيير معين ولو نسبي في الإدارة الأمريكية. وأيضا هذه الجغرافيا التي تفصل المملكة العربية السعودية عن روسيا تجعلها أيضا بعيدة عن أن تكون حليفا استراتيجيا جديدا. لكن أعتقد من مصلحة الرياض ومن مصلحة أنقرة، وخصوصا في تناقضهما المشترك مع هذا الغرب سواء كان أوروبي أو أمريكي،
لديهم مصلحة بإقامة مؤسسة تحالف أكثر حميمية من تلك التي شاهدناها قبل ذلك. طيب، هل تتوقع في حال فعلا التزم ترامب بما قاله خلال حملته الانتخابية وفي تصريحات أيضا لصحف إسرائيلية بأن الشرق الأوسط ليس مغريا بالنسبة له وبالنسبة لإدارته، هل تتوقع أن يحتدم الصراع السعودي الإيراني أم أن يخف ويهدأ قليلا؟ يعني إذا كان في حكمة في الطرفين السعودي والإيراني، أعتقد أنهما بحاجة إلى رعاية دولية لدعم وجهة نظريهما، وهذا غير موجود حاليا، وأنه لا يمكن أيضا البقاء في حالة صدام إلى ما لا نهاية، لكنهما يحتاجان إلى الاحتفاظ أو تثبيت أمر واقع في هذه المنطقة. السعودية لا يمكنها أن تفتح حوارا مع إيران، والسعودية تعتبر أن إيران متدخلة مباشرة بما يهدد الأمن الخليجي، متدخلة في سوريا، في العراق، في لبنان، في اليمن، في ولدى طبعا الشيعة في البحرين، في الكويت، وفي السعودية. وبالتالي السعودية لا تستطيع أن تجلس على طاولة حوار وهي ليست على شكل ندي. إيران بالمقابل كانت عولت كثيرا على الاتفاق النووي الشهير لكي تكون شريكة للغرب في هذا العالم، ولكي تعود لإيران وظيفتها السابقة أيام الشاه بصفتها شرطي هذه المنطقة. أنا كنت في واشنطن قبل أسبوع، في وزارة الخارجية الأمريكية تخبرني أن لا حوار حاليا بين واشنطن وإيران، وأن إيران التي عولت كثيرا على البزنس وعلى الأموال والبحبوحة الآتية إليهم، لا يمكن الولايات المتحدة أن تقبل بالشراكة مع إيران التي ترعى الإرهاب دوليا. هذا ما سمعته في وزارة الخارجية الأمريكية، وبالتالي هناك ثوابت أمريكية حتى الآن تمنع هذه الشراكة المتوخاة بين إيران والولايات المتحدة. ولكن أيضا بالمقابل ليس هناك إلا تجميد للعلاقة أو استاتيكو في علاقة الخليج وواشنطن. وأريد أن أذكر أيضا بما سمعته في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الكلام عن انسحاب الولايات المتحدة كلام غير منطقي، لأن هذا الكلام الذي سمعته لأننا لا نملك طرف الانسحاب من الشرق الأوسط. الشرق الأوسط هي منطقة حيوية للعالم وخصوصا في مجال الطاقة، حتى لو كانت الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى الطاقة من الخليج، لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تسيطر على هذه المنطقة لأنها تسيطر على العالم بهذا الشأن. أكثر من فرح لفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية بين الزعماء العرب هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هل تعتقد بأن العلاقات المصرية الأمريكية يمكن أن تنتقل إلى مستوى استراتيجي أهم مما هي عليه الآن، وبالتالي يكون ذلك على حساب علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج؟ يعني أولا أنا استغربت هذا الموقف العربي، سواء موقف الإسلام السياسي الذي اعتبر انتخاب ترامب هو نكسة لهذا الإسلام السياسي، وكأن هيلاري كلينتون كانت يعني إحدى ناشطات جماعة الإخوان المسلمين. وثانيا لأن أيضا النظام المصري يعتبر أن انتخاب ترامب سيحل كل مشاكله، لأنه يعتبر أن إدارة أوباما كانت على توتر مع هذه الإدارة. لا أعتقد أن التبدل الصبياني في الولايات المتحدة هي يعني تبدل خيارات معينة، وأعتقد أن الخيارات الأمريكية في العلاقة مع مصر هي موجودة منذ الرئيس الراحل أنور السادات، ويعني مرت بالرئيس مبارك، وهي حاليا موجودة مع الرئيس السيسي. طبعا أنا أريد أن أستشهد أيضا بما سمعته أيضا في وزارة الخارجية، هم يقولون ليس لنا خيار في مصر إلا التعامل مع النظام المصري أيا كان هذا النظام. ينفون نفيا قاطعا دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين، يعتبرون أن مصر أم الدنيا، وهم سيتعاملون مع الحكومة المصرية أيا كانت هوية هذه الحكومة. إذا أشكرك الأستاذ محمد قواص الكاتب الصحفي في جريدة الحياة اللندنية، كما أشكر الأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية. ونعتذر للمشاهدين على هذا الخطأ التقني لأننا لم نعد نتواصل مع الأستاذ عبد الباري عطوان. إذا المسائية متواصلة في جزئها الثاني بعد الفاصل، فابقوا معنا.
شكرا لك سهام. لأول مرة في تاريخ العلاقات العربية الأمريكية تثير نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا خوفا وجدلا كبيرين في الأوساط السياسية العربية بشأن القادم من الأيام. الخبراء يردون المخاوف في المشرق والمغرب أولا إلى شخصية الفائز هذه المرة، رجل الأعمال الشعبوي الذي عبر صراحة عن عدم اهتمامه بمنطقة الشرق الأوسط. وثانيا كان فوزه مفاجئا ولم يكن للعرب متسع من الوقت كي يرتبوا أوراقهم للمواجهة المقبلة. فماذا لو فعل ترامب قانون جاستا لمحاسبة داعمي الإرهاب؟ وماذا لو تحالف مع بوتين في سوريا؟ وماذا لو استمر على نهج أوباما في التعامل مع إيران؟ فهل يجبر كل ذلك العرب على المصالحة فيما بينهم لتجنب الأسوأ؟ معي لمناقشة هذا الموضوع من لندن السيد عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية. ومن لندن ينضم إلينا بعد قليل أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد قواص. أبدأ معك أستاذ عبد الباري عطوان. يعني الأوروبيون أيضا صدموا بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكنهم سيعقدون اجتماعا يوم الأحد على مستوى وزراء الخارجية للتشاور فيما بينهم، وهناك حديث عن ضرورة أن تصبح أوروبا مستقلة أمنيا وعسكريا عن الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يمكن للعرب فعله في هذه الظروف؟ يعني أستاذ أحمد، أي عرب أو عن أي عرب نتحدث؟ يعني هل نتحدث عن سوريا، عرب سوريا؟ هل نتحدث عن عرب العراق؟ هل نتحدث عن عرب اليمن؟ هل نتحدث عن عرب شمال إفريقيا؟ يعني حقيقة لا يوجد كتلة عربية، توجد هناك حالة استقطاب غير عادية. يعني المنطقة العربية تعيش أسوأ أيامها على وجه التحديد. يعني نحن الآن أمام عربين أو 3 أعراب أو 4 أعراب، يعني كل شخص له طريقة تفكير مختلفة على الإطلاق. دول الخليج تشكل كتلة واحدة، لكن هذه الكتلة الآن على خلاف مع مصر، على خلاف مع سوريا، على خلاف مع العراق، وهكذا. الآن يعني كل العرب فوجئوا حقيقة بفوز دونالد ترامب. لماذا فوجئوا؟ لأنهم كانوا يعتقدون بأن هيلاري كلينتون هي الأوفر حظا بمراحل، وصدقوا بنوك العقول والصحف والدراسات وما شابه ذلك واستطلاعات الرأي. الآن أسقط في يدهم. ماذا سيفعلون؟ أنا في تقديري هناك رابحون وهناك خاسرون من فوز ترامب. إذا نظرنا إلى الرابحين نجد أن الرئيس السوري بشار الأسد يعني الآن ربما يعيش أفضل أيامه، لأن ترامب قال أنا سأقاتل الدولة الإسلامية في سوريا ولن أقاتل الرئيس بشار الأسد لأني لا أريد لكن قبل ذلك أستاذ عبد الباري، وأعتذر منك على المقاطعة يعني فقط، ذكرت مجموعة من الملفات الخلافية بين الدول العربية، لكن هناك كتلة قائمة بذاتها هي منظمة أو مجلس التعاون الخليجي، وهناك مصر. الخلافات بين مصر ودول الخليج ليست بهذا السوء، ويمكن بناء تحالفات استراتيجية، يمكن أيضا حل أزمة اليمن، التعامل مع الأزمة السورية بمنطق آخر في ظل هذا التهديد الذي قد تشكله سياسة ترامب تجاه المنطقة. هذا ما قصدته بسؤالي الأول. يا أستاذ أحمد، يعني أنت تتحدث عن مجلس التعاون الخليجي وعن مصر مثلا. يعني مجلس التعاون الخليجي الآن يواجه معضلة كبيرة جدا إذا فور تسلم الرئيس ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي هذه المعضلة؟ ترامب قال صراحة أن على دول الخليج والمملكة العربية ظل هذه السياسة الجديدة أو هذا التحول الكبير في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة كاملة وليس تجاه السعودية لوحدها. يا سيدي، نحن قلنا هذا الكلام مبكرا. يعني احنا قلنا بأن حرب اليمن ستكون حرب استنزاف. اليمن هو مقبرة الغزاة. لم تستطع أي قوة في التاريخ هزيمة اليمن أو احتلاله، لا العثمانيين ولا البريطانيين ولا البرتغاليين قلنا هذا الكلام. لكن المملكة العربية السعودية أرادت شيئا آخر، وها هي الآن كيف ستخرج من اليمن؟ إذا خرجت من اليمن الآن يجب أن ترفع الراية البيضاء وتقول خسرت هذه الحرب، هزمت فيها. يعني هذه الذهاب إلى
إلى إيران أيضا طبعا إيران سترحب بأي حوار، وإيران طرحت العديد من المقترحات على المملكة العربية السعودية من أجل فتح حوار معها لتسوية كل يعني المشاكل العالقة بين البلدين وفي المنطقة. لكن الرفض جاء من جاء من المملكة العربية السعودية. أنا أتمنى أن يتم فتح حوار مع إيران. يا أخي أمريكا فتحت حوارا مع إيران، يا أخي الدول العظمى الست العظمى في العالم فتحت حوارا مع إيران وتوصلت إلى اتفاق نووي. طيب لماذا لا نفعل نحن ذلك؟ يعني ما هي قدراتنا على مواجهة إيران؟ إذا لم نستطع مواجهة يعني الحوثيين في اليمن، يعني هل نستطيع أن نواجه إيران؟ يعني هذه هي القضية. يعني أنا معك طبعا أستاذ أحمد، يعني المملكة العربية السعودية يجب أن تراجع سياساتها، ويجب أن تتبنى سياسات جديدة أكثر إيجابية، واعتماد لغة الحوار وليس لغة المواجهة وليس لغة الحرب. يعني هذه المملكة العربية طيب. السعودية الآن انسحبت من لبنان. دعني أستاذ عبد الباري عطوان أنتقل إلى ماذا حصل؟ إلى لبنان لأول مرة انتخب رئيسا. إلى الأستاذ محمد قواص الذي انضم إلينا في هذه الأثناء، وأهلا بك مجددا أستاذ محمد. يعني هل تعتقد بأن هذه الظروف الصعبة التي قد تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية برمتها، بالنظر إلى ما صرح به ترامب عندما كان يقود حملته الانتخابية، هل تعتقد بأن السعودية مستعدة لإعادة النظر في علاقتها باليمن، في علاقتها بسوريا، في علاقتها بإيران، وبالتالي أن تقود الدول العربية في إطار تحالفات وإطار تفاهمات جديدة يمليها الوضع الراهن؟ الحقيقة نريد أن ننتظر ما هي الملامح الحقيقية لسياسة دونالد ترامب الخارجية. حتى الآن لا نعرف عنه إلا ما أطلقه من أجل النجاح في الانتخابات. هي طبعا شعارات للاستهلاك المحلي من أجل الوصول إلى البيت الأبيض. بعد ذلك هناك محددات ستقررها المؤسسة الأمريكية وتقاليد الأمريكية. يجب أيضا الانتباه أن دونالد ترامب هو مرشح الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري يكتشف دونالد ترامب كما نكتشفه نحن، وللحزب الجمهوري تقاليد معينة في علاقاته مع المملكة العربية السعودية، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى انقلاب في علاقاتها مع الرياض، ولا أعتقد أيضا أن واشنطن ذاهبة إلى انقلاب كبير في علاقاتها مع دول العالم. هناك ثوابت في السياسة الخارجية الأمريكية. هناك أيضا هذا الحزب الجمهوري الذي يمثل شبكة مصالح، ولهذه الشبكة امتدادات في العالم، وعلى واشنطن وعلى الرئيس دونالد ترامب أيضا أن يأخذ بالاعتبار مصالح بلاده قبل أن تتأثر بها بلدان المنطقة. لكن لذلك لا أعتبر أن المملكة العربية السعودية حاليا هي في عجالة من أمرها. هو الذي قاد عملية غزو العراق، وبالتالي القضاء على نظام صدام حسين، وما تلا ذلك من حرب أهلية طاحنة في العراق، وما تلا ذلك من تدمير للعراق. جورج الابن تحدث أيضا عن حرب أو عن حملة صليبية ضد المسلمين وما إلى ذلك. مع ذلك العربية السعودية أن تدفع ثمن حمايتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد ركوب مجانا على ظهر الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما كان عليه الوضع في السابق. مصر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع مع دونالد ترامب، وكان من ربما الوحيد من القادة العرب الذي اجتمع به، مثل ما اجتمع أيضا مع هيلاري كلينتون. وأن يبدو أن دونالد ترامب يعني أعجب بالرئيس المصري مثل ما قال الفريق الذي يعني يعمل معه من المستشارين. بالنسبة لمصر الآن، مصر تبتعد حقيقة عن دول الخليج. مصر الآن ذهبت إلى صندوق النقد الدولي وقدمت تنازلات كبيرة من أجل تحصل على 12 مليار. المملكة العربية السعودية أوقفت الشحنة النفطية 700 ألف طن من النفط شهريا للشهر الثاني على التوالي. وأعتقد أن العلاقات متوترة. أيضا مجلس التعاون الخليجي يعني علاقاته متوترة مع سوريا ومع العراق، وعلاقاته متوترة أيضا مع بعض الدول في شمال إفريقيا. فأعتقد أن المشكلة الآن يعني كيف سيواجه مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد اللي هو اتفاق جيستا الذي يطالب بملاحقة الدول التي ترعى الإرهاب وأمام المحاكم البريطانية، والمملكة العربية السعودية سميت كهدف في هذا الإطار. فأعتقد يعني أن هناك أكثر من عرب. عندما قلت هناك أكثر من عرب، يعني الآن دونالد ترامب سيركز بالدرجة الأولى على
صديقه وحليفه اللي هو بوتين، وسيركز أيضا على الحرب على الإرهاب خاصة في سوريا. أما العرب الآخرون فسيجعلهم يدفعون ثمن التحالف السابق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأي تحالف جديد أيضا سيكون ثمنه غاليا. لكن أستاذ عبد الباري، يعني دول الخليج لديها أوراق يمكن أن تفعلها في هذه المرحلة إن فرضت عليها المواجهة مع سياسة أمريكية مجحفة في حقها. يمكن أن تفعل ورقة الاقتصاد وأن تركز في تعاملها مع الصين، وأن تذهب حتى عسكريا للتعامل مع روسيا، وبالتالي سيكون الخاسر هو ترامب وليس دول الخليج. ما رأيك؟ يا سيدي، يعني هذه نظرية وهذه وجهة نظر. يعني دول الخليج لا تملك حاملات طائرات، ولا تملك جيوشا جرارة، ولا تملك أسلحة نووية يعني حتى يعني تتصدى لترامب أو لغير ترامب. دول الخليج حتى الذهاب إلى الصين أو الذهاب إلى يعني روسيا، ذهبوا إلى روسيا قبل ذلك. لا أحد مستعد أن يخوض حربا من أجل دول الخليج أو أي دول أخرى في المنطقة. هذه حقيقة. طبعا السلاح الاقتصادي نعم، يعني لو سألتني هذا السؤال قبل 5 سنوات أو 6 سنوات أقول لك نعم، السلاح الاقتصادي فاعل جدا. كانت أسعار النفط $140 للبرميل، كانت الخزائن الخليجية يعني مزدحمة وطافحة ب يعني مئات المليارات من الدولارات. لكن الآن الصورة مختلفة كثيرا. يعني العضلات المالية الخليجية تنكمش، يعني هي لم تذهب أو لم تزول بالكامل لكن تنكمش. يعني شفنا المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخها يعني تفرض يعني ضرائب، ترفع الدعم عن السلع الأساسية، عن الماء، الكهرباء، يعني الخدمات الصحية. شاهدنا أيضا قطر عندها عجز $13 مليار والآن تفرض سياسات تقشفية. يعني أيضا الكويت عندها أزمة مالية وعندها يعني عجز في الميزانية. يعني وضع دول الخليج ليس لماذا إذن هذه النظرة التشاؤمية أستاذ عبد الباري على ترامب أو على غيره؟ لماذا لديك هذه النظرة التشاؤمية إذن فيما يتعلق بحلحلة الملفات الشائكة في المنطقة الآن؟ ألا تعتقد بأن الوقت قد حان كي تعيد السعودية مثلا النظر في موقفها من اليمن، ولا ربما أيضا في أن تعيد موقفها حتى من إيران؟ لم نستشعر هذا الخوف من الساسة في منطقة الخليج تحديدا كما نستشعره الآن بعد فوز دونالد ترامب. ما المتغير في هذه المرحلة في السياسة الخارجية الأمريكية؟ أعتقد أن أي طرف في العالم بما فيها دول الخليج هي تخاف ما لا تعرفه حتى الآن. لكن أريد أن أذكر بأنه خلال 8 سنوات من عمر ولايتي باراك أوباما كان هذا الرئيس يعبر عن الولايات المتحدة التي تغيرت. الولايات المتحدة بكافة مؤسساتها الأمنية والعسكرية كان يمثلها هذا الرئيس. وعندما قرر الرئيس سحب انخراطه من الخارج وعدم الانخراط مجددا في حروب خارجية، لم يصدر عن هذه المؤسسات عكس ذلك. زائد أن الجمهوريين والديمقراطيين وأن دونالد ترامب المرشح كما هيلاري كلينتون المرشحة كان هناك إجماع على عدم دفع جنود للانخراط بشكل مباشر في الشرق الأوسط، بما يعني أن الولايات المتحدة التي نعرفها تغيرت ولم تعد أيام 11 سبتمبر وأيام غزو العراق. ولا أعتقد أن الخشية آتية من معرفة بسياسة ترامب وبسياسة الجمهوريين، جاء آتية من اعتياد على سياسة خارجية كان أوباما وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد ثبتتها في هذه الإدارة، وهم لا يعرفون شيئا عما يريد أن يفعله دونالد ترامب. أنا بالنسبة لي لست قلقا على خطابه كرئيس، وهذا واضح جدا من خلال الخطاب الأول كرئيس، وأنه لن يحيد عن سياسة بلاده التي لا يقررها هو، لديه هامش في التقرير في هذا الشأن. إذن أستاذ عبد الباري عطوان، إذا كانت كما تفضل الأستاذ محمد قواص قبل قليل، إذا كانت الإدارة الأمريكية في عهد أوباما قد بدأت الانسحاب من الشرق الأوسط، كيف تفسر إذن انتظار دول الخليج لتبدل في الموقف الأمريكي؟ بمعنى أنه هل سيكف ترامب عن عملية الانكماش التي تحدث عنها أو الانزواء وبالتالي مغادرة الشرق الأوسط؟
أولا يا سيدي، يعني دونالد ترامب سيعطي أولوية كبرى للقضايا المحلية الأمريكية. هو يريد أن يعيد أو يعزز بناء البنى التحتية، هو يريد أن يخلق وظائف، هو يريد أن ينظر. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الباري عطوان. أستاذ محمد قواس، تسمعني؟ أستاذ محمد قواس، نعم، تسمعني؟ نعم، يعني أنقل هذا السؤال لك أستاذ محمد قواس. يعني إذا كانت السعودية قد لاحظت والعالم كله لاحظ فعليا عدم رغبة أمريكية في البقاء في الشرق الأوسط، الشرق الأوسط لم يعد بهذه الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن، يعني لماذا لم يكن هناك رد فعل والبحث عن استراتيجيات للبحث عن بدائل لملء هذا الفراغ الذي قد تخلفه الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تغادر منطقة الشرق الأوسط؟ بسؤالك أنا أعتبر أن دول الخليج أصبحت تعرف أن الولايات المتحدة تغيرت، وهي لهذا اتخذت مناحي لها علاقة بالأمن بغض النظر عن علاقتها بالولايات المتحدة. ولا أعتقد أن الحرب التي تشنها على اليمن كانت بموافقة ورعاية أمريكية. واضح جدا أن الإدارة الأمريكية كانت مواكبة، لكن مواكبة بخجل، وهذا واضح جدا أيضا من رعاية دول العالم ودول الإقليم لهذه الحرب، بمعنى أن هناك أولويات بدأ دول الخليج تعتبرها أساسية. هي لا تريد الانفصال عن الحلف التاريخي ما بينها وبين الولايات المتحدة، لكنها بدأت تفتش عن بدائل من خلال روسيا ومن خلال الصين، ومن خلال أيضا التفتيش عن منظومة إقليمية حتى الآن لم تنجح ببنائها. وبالتالي لا أعتبر أيضا، وإذا كان هناك فطنة معينة في السياسة الخارجية لدول الخليج، لا أعتبر أن هذا الدول هي بانتظار تغير الرئيس لتغير مزاج معين في الولايات المتحدة. وأعتقد أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا تتبدل بين ليلة وضحاها، وأن الحزب الجمهوري الذي رأيناه واختلف جدا، لاحظ معي أيضا أستاذي أن الحزب الجمهوري سيكون عليه بهذه الأغلبية التي حصل عليها في مجلسين النواب والشيوخ، سيكون عليه ضبط شطط الرئيس الجديد، لأن الرئيس الجديد لا يملك أي خبرة وليس له أي علم بما يجري في هذا العالم، وأنه بدون هذا الحزب الجمهوري وبدون تجربة هذا الحزب الجمهوري وبدون رجالات هذا الحزب الجمهوري لن يستطيع أن يحكم. وبالتالي هذا الحزب سيكون للمفارقة الحزب النصير والحزب الضابط والمعارض للرئيس المقبل. طيب، هل من المتوقع من وجهة نظرك أن تشهد أو يشهد التحالف السعودي أو الخليجي بشكل أعم التركي فرصة لأن يتعزز خلال الفترة المقبلة؟ هل يمكن الرهان على تركيا لتعويض لربما أو لملء الفراغ الذي قد تخلفه مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط؟ يعني أنا غير موافق أن هناك مغادرة. حتى إبان وجود الرئيس أوباما كان هناك مقاربة مختلفة وليست مغادرة. الولايات المتحدة موجودة بقوة في العراق، وهي تشرف بشكل أو بآخر على معركة الموصل، ولديها قوات على الأرض تعد بالآلاف. هي طبعا بصدد الإعداد لمعركة أخرى بالرقة باستراتيجيات جديدة. هي يعني صحيح أن عدد القوات هو بالمئات، ولكن الاستراتيجية الجديدة التي المعتمدة حاليا والتي ستعتمد لاحقا أن الولايات المتحدة لن ترسل جنودا للقتال في الشرق الأوسط، لكنها ستعتمد على قوى محلية سواء كانت نظامية أو غير نظامية. وبالتالي أعتقد أيضا أن مصالح تركيا والسعودية ليست يعني متقاطعة إلى درجة التحالف الكبير. تركيا تذهب باتجاه روسيا، السعودية ما زالت تعول على تغيير معين ولو نسبي في الإدارة الأمريكية. وأيضا هذه الجغرافيا التي تفصل المملكة العربية السعودية عن روسيا تجعلها أيضا بعيدة عن أن تكون حليفا استراتيجيا جديدا. لكن أعتقد من مصلحة الرياض ومن مصلحة أنقرة، وخصوصا في تناقضهما المشترك مع هذا الغرب سواء كان أوروبي أو أمريكي، لديهم مصلحة بإقامة مؤسسة تحالف أكثر حميمية من تلك التي شاهدناها قبل ذلك. طيب، هل تتوقع في حال
فعلا التزم ترامب بما قاله خلال حملته الانتخابية، وفي تصريحات أيضا لصحف إسرائيلية بأن الشرق الأوسط ليس مغريا بالنسبة له وبالنسبة لإدارته. هل تتوقع أن يحتدم الصراع السعودي الإيراني أم أن يخف ويهدأ قليلا؟ يعني إذا كان في حكمة في الطرفين السعودي والإيراني، أعتقد أنهما بحاجة إلى رعاية دولية لدعم وجهة نظريهما، وهذا غير موجود حاليا، وأنه لا يمكن أيضا البقاء في حالة صدام إلى ما لا نهاية، لكنهما يحتاجان إلى الاحتفاظ أو تثبيت أمر واقع في هذه المنطقة. السعودية لا يمكنها